السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين تكونوا مزيانين يا ربي. اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع الدراسه ديال الوليدات؟ بدايه الدراسه وبدايه السنه موفقه يا ربي ان شاء الله. الله يوفق لكم وليداتكم ويحفظهم لكم وينجيهم لكم وتشوفوهم كما بغيتوا يا ربي الحبيب. المهم بغيت نقول لكم، جبت لكم واحد الزيت ضد تساقط الشعر. العالم كامل كيعاني من التساقط ديال الشعر، كلشي كيطيح له شعره. الله يحد الباس والله يحضر السلامه. جبت لكم واحد الزيت ديال تساقط الشعر افيكاس، شي حاجه زوينه، شي حاجه طوب. اللي عنده هذا المشكل وكيعاني من تساقط الشعر، عندي لكم هذا الزيت ضد التساقط. حاجه مزيانه، حاجه مجربه عن التجربه. بالنسبه لهذا الزيت فيه واحد المجموعه ديال الاعشاب، ما بينهم زيت الارغان وزيت الاساسي زيت الزيتون. بالنسبه لهذا الزيت ديال الشعر كيعالج الزغبه من الجذور. بالنسبه للناس اللي كيديروا الصبيغ لشعرهم وكيتحرق لهم شعرهم، حتى هو كيتعالج. كيوقف التساقط وكيطول وكيكثف الشعر، واحد الكثافه تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ولكن هادشي اللي كنقول لكم مع الاستمرار والمداومه وتتبعوه مزيان، ماشي تجيو ديروا واحد 2 المرات 3 وتقولوا ما دار لنا حتى شي حاجه. هذا النتيجه كتبان من الاسبوع الاول، وانا اتحمل مسؤوليه ما نقول لانني انا مجرباه. اوكي. بالنسبه لهذا الزيت ديال الشعر، كتستعمل 2 مرات حتى 3 في الاسبوع. كتشدوا كترشوا على الفروه ديال الراس ديالكم وكديروا واحد المساج في شعركم، وكتخليو 3 السوايع حتى 4 وتدوشوا منه. واللي قدراتو ما خداماش ديروا بالليل وتدوش حتى الغد ليه ان شاء الله يكون من احسن. بالنسبه لهذا الزيت كيف قلت لكم كيوقف التساقط وكيطول الشعر وكيقويه ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف قلت لكم مع الاستمرار ومع تتبعوه مزيان، ماشي ديروا واحد المره ولا 2 وتقولوا ما دارنا والو، لا. بالنسبه لهذا الزيت، انا دابا حاليا سال ليا، غادي نشوف الا كان عليه الاقبال غادي نصاوبوا من جديد، وغادي كنصيفطوا لجميع المناطق في ما كنتو في المغرب او خارج المغرب. انا ما عنديش مشكل في ما كنتو وصلكم. حاجه مزيانه، حاجه مجربه، وديجا كانوا مجربينه البنات راه تيشكروه بزاف. بالعكس بزاف ديال البنات اللي راه شكروا هذا الزيت. وانا ما غنقدرش نعطيكم شي حاجه اللي تكون ماشي مزيانه وماشي افيكاس. ان شاء الله باذن الله اللي بغاتو تواصل معايا عبر الكومونتير، وانا ديك الساعه غادي باذن الله غادي نصيفطوا لكم في المكنتو. حاجه مزيانه، حاجه طب، حاجه افيكاس عن التجربه. بالنسبه للشعر كلشي كيعاني من الشعر، بالنسبه لهذا الزيت راه حتى كيعالج حتى الصلع. بالنسبه للناس اللي كيبداو كيقراعوا كيبداو الصلع، راه كتشدي هذا الزيت كتستعمليه وكتحكيه مزيان على فروه الراس وكيجيب لك الزغبه من الجذور كتنبت. حاجه زوينه بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك. الله يجعل ربي ان شاء الله يجيب الشفاء لجميع المسلمين اجمعين، وربي يسرنا امورنا ويحفظ لنا بلدنا الحبيب. الله يوقف هذا النزيف يا ربي الحبيب العزيز. الله يجعل ربي هو يحفظ لنا بلادنا ويشوف فينا، وبلادنا زوينه، المغرب زوين. باذن الله ان شاء الله هذا الشيء يحلوا هذا الشيء، هذه المشاكل ديال المظاهرات وهذا الشيء، وربي يحفظ لنا بلادنا. والله الوطن الملك، احب ملكي واموت على ملكي، واحب بلدي وافديها بدمي وبروحي. مغربنا جنه فوق الارض، مغربنا جميل جدا، بلدنا جميل جدا. اللهم بارك. ربي يحفظوا لينا وينوروا لينا يا ربي الحبيب. الله يجعل ربي هو يحفظه بعينه التي لا تنام. هذا الشيء اللي كاين صحباتي وحباباتي الغالين العزاز الزوينين، جبت لكم هذا الزيت ان شاء الله اللي بغاتو تقولها ليا ومرحبا. حاجه مزيانه، حاجه افيكاس عن التجربه، الحاجه اللي انا مستعملتها واللي هي ديالي شخصيا، ماشي زعما جايبها من شي بلاصه ولا. ان شاء الله باذن الله تجربوها البنات وتردوا عليا الخبر. مرحبا بالجميع، احبكم. ديروا جيم، بارطاج. الله يجزيكم بخير، تعاونوا مع هذه القناه. جزاكم الله بخير، مع السلامه، باي باي.